اللي لفت انتباه اليوم تغريده لاياد جمال الدين. نعم. ثاني خبر ليش اسال اياد جمال الدين او استضيفه؟ ما انت صندوق اسود لمحمد الصدر، للشهيد محمد الصدر، وراح اسالك، لكن اتحدث بمعلومات خطيره وهي. منها مثلا انه الخميني هو الذي دبر قتل محمد باقر الصدر، خامنئي هو الذي دبر قتل محمد صادق الصدر، ومقتدى الصدر ينتظر مصيره. قريت انا هم يمكن بوقتها يمكن هم حكى عن موسى الصدر انه هو ايه ايضا على بهشتي، قريت هاي ايه بهشتي قتل موسى الصدر. ايه. شوف انا اقول لك ما مدى دقه هذه المعلومات؟ راح احكي لك شغله من الصندوق الاسود اللي عندي. طيب. معلومه من المليار، واحد من المليار مثل ما يقول. زين. احكي لك اياها من محمد الصدر. الخميني دز وفد موسى الصدر انه يبارك للثوره اللي جاي تصير، والخميني هو قائد الثوره اللي راح تصير او جاي تصير بايران. دز من؟ دز بهشتي، دز ناطق نوري، ودز جمران. هذا احكي لك اياها حكي محمد الصدر. دز جمران ثلاثته. زين. دزهم له، فقال لهم انا ما على اساس الخميني اولا مجهول النسب، ما نعرف منين اهله ومنين اجى، ورجل تعرف ورجل عنده مولود بايران، موسى الصدر، وابوه مرجع وجده مرجع، ومن العلماء يعني العقائديين والاثرى والمكتبه بصراحه الاسلاميه بالمؤلفات الفكريه. طيب. قال له انا ما الخميني ما يصير، على اساس يصير؟ ما هذا عصابتي. قالوا له لازم احنا ونريد. قال لهم اذا انتم مصرين الا اسلامي فعندنا محمد باقر الصدر. قال له شوف، عربي ما يصير، تحلمون يصير عربي. واحنا راح كمرجع ديني على ايران. قال له شو يحكمنا احنا ايران؟ احنا نحكمكم، احنا ولايتنا عليكم. هذا ردهم لموسى الصدر، نقل بدقه تعرف لمحمد صادق الصدر والد محمد الصدر، ونقل بدقه لمن؟ للسيد الصدر نفسه. طيب. يعني احكي لك اياها من سلسله دقيقه 100%، ما بها 1% شائبه. لان انا اثق بالسيد محمد الصدر اعلى الله مقامه ثقه مطلقه وعمياء. طيب. ف ورا فتره صارت ترتبت حسب ما قال لي سيد محمد الصدر، نسق الخميني ويا القذافي وخذوه وكتلوه. الموسى الصدر. الموسى الصدر هذا يمتى الحكي سيد محمد الصدر؟ بال 96 قال لي كتلوه. يعني بال 96 قال لي قتلوه موسى الصدر قتلوه. هذا الحكي حكي محمد الصدر اللي قال لي اياه على الله مقامه. هاي وحده اللي انقتل بامر الخميني، والوفد كان موجود للمفاوضه مع موسى الصدر الامام اعلى الله مقامه موسى الصدر. نجي لمحمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر ايضا يقول الخميني قتل. السيد قال لي انه الخميني هو اللي تسبب بقتله او محمد الشهيد محمد الصدر يقول انه الخميني. السيد الشهيد محمد صادق الصدر أعلى الله مقامه أخبرني بأن الخميني هو من تسبب بقتل أو إعدام محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدى، وهو من أعطى الضوء الأخضر لنظام صدام بقتله. شلون سيدنا؟ قال صدروا علي، جت له بالإذاعة، فأنا رحت يعني يقول رحت يعني بحيث أنا على صوتي لأول مرة على أستاذي، يعني يقول محمد باقر الصدر أقدسه وأحترمه دائما ذكره، يقول قدس الله سره. فيقول مع ذلك اذا انت شفت ايش سويت بينا؟ هاي نتيجه حزب الدعوه، هاي نتيجه ايران وتأييد ايران، تأييد الحكم. وليش هم الشيعه؟ يقول قلت لك ليش الشيعه مال الحكم؟ هذا حكي محمد الصدر بالثمانينات يعني يقول انه الشيعه مو مال الحكم؟ الشيعه مو مال الحكم يقول سيدي. لا ليش هو اوكل من قال له الشهيد كامل ساجد، فريق الكين كامل ساجد الله يرحمه، من قال له ترشح لنا واحد اذا سوينا انقلاب، قال له لا انت تصير او تختارون